السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده المكرونة بالصوص الاحمر وكمان الفراخ المقرمشة بطريقة سهلة خالص وحلوة جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى هنا معايا هعمل الصوص الاحمر ده او الصلصه بتاعت المكرونه. حطيت زيت، حط البصل، حمر بقى البصله. حمرها لحد ما توصل للون الذهبي. بس اول ما الاقيها ان هي البصله بتاعتي دبلت شويه هحط معاها حته من الفلفل الاحمر المطحون، بيدي طعم حلو جدا. هحط بقى دلوقتي حته الفلفل الاحمر، وهسيب بقى البصله بتاعتي تتحمر وتاخد اللون الذهبي. مش هنغمقها عشان لما البصله بتغمق في الاكل بتدي مراره. هسيبها بقى هنا تتحمر وارجع لكم تاني عشان ما اطولش عليكم. خلاص البصله بتاعتي خلاص. بصوا، هجيب بقى القوطه بتاعتي. بسم الله. هحط بقى معاها ايه؟ طبعا اللي ما بيحبهاش حاميه قوي ما يحطش الفلفل. كفايه الفلفل الاحمر، ولو مش متوفر عندك مش مشكله. هقطع عليها قرن فلفل، بس انا مش هقطعه كله عشان انا حاطه فلفل، انا مش عايزاه برضو حاميه قوي. هقطع نصه كده. هحط كمان ايه؟ هحط معايا فلفل اسود، وهحط كمان شويه بابريكا عشان تديني برضو لون احمر حلو كده.
وهحط كمان شويه من الكمون بس مش كتير. شويه كمون صغيرين. واخر حاجه معايا شويه بهارات. برضو البهارات مش كتير. وواحده ماجي. وهقلب بقى كله مع بعضه كده. يبقى انا حطيت ايه مع القوطه لما حطيتها. اول حاجه مع تحمير البصل حطيت حته فلفل احمر، حمرت البصل، حطيت القوطه، حطيت توابلي فلفل اسود، بهارات، كمون، شويه بابريكا، وقطعت كمان قرن فلفل حامي، وحطيت شويه كمون. هغطي بقى عليها، وحطيت واحده ماجي. هغطي بقى عليها وهسيبها تتسبك براحتها خالص. اول ما الاقيها بتغلي ابتدي اوطي عليها النار تتسبك براحتها، عشان انا عايزه الصوص بتاعها قوامه تخين، مش عايزاه خفيف. هسيبها بقى لما تتسبك. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. معايا بقى هنا البقسماط اللي هتبل بيه البانيه. طبعا ما عنديش بقسماط، بس عندي فينو بايت. خلاص مش هينفع ان هو يتعمل سندوتش او اي حاجه. فانا هعمل ايه؟ هاخد الفينو ده قطعته كده انصاص بالشكل ده كده، وحطيته في صينيه، وهحطه في الفرن لحد لما يتحمص خالص، اللي هو ينشف خالص يعني. وبعدين هوريكم هعمل فيه ايه، وهنعمل احلى بقسماط، احلى من بتاع الشارع بكتير. خلصت بقى هنا تحميص بصوا الفينو، حمصته خالص وطلعته من الفرن وسبته يتهوى شويه. بصوا كله اتحمص ازاي. هعمل بقى ايه دلوقتي؟ هطحنه في الكبه بتاعه الخلاط. بعد ما طحنته بقى هفضيه بقى في حاجه واسعه. هجيب بقى هحط عليه ايه؟ هحط معلقه من النشا كبيره كده، معلقه ونص. وهحط كمان معلقه ونص برضو او معلقتين من الدقيق. وهحط كمان واحده ماجي. وهحط بقى التوابل بتاعتي. احط شويه من الفلفل الاسود، واحط كمان بهارات، وهحط كمان شويه بابريكا، وهحط ملح، احط معلقه ملح، هقلبهم بقى كويس كده مع بعض. جربوه هيعجبكم جدا واحلى من بتاع الشارع بكتير. في حته فينو ما اتفرمتش اهي. مش عارفه ايه فيه. وكده هو جاهز معايا للتتبيل بقى على طول. تعالوا بقى نتبل مع بعض البانيه.
معايا بقى لتتبيله الفراخ. احط الملح، معايا بصله مبشوره، فلفل اسود، بهارات، كمان معايا معلقه من الكاري، ومعايا شويه جنزبيل، ومعايا شويه بابريكا، احط كمان كوبايه زبادي، وهحط كمان واحده ماجي، هنقلبهم بقى كويس مع بعض. هحط كمان شوية صلصة، معلقة صلصة، التتبيلة دي هتعجبك جدا، حلوة قوي. كل ده بيدي طعم للفراخ حلو جدا. تمام كده. غسله بقى انا الفراخ بتاعتي ومصفياها، هغسل ايدي. احط بقى قطع الفراخ بتاعتي كده بالشكل ده، وهبتدي بقى اقلب فيها كده. اتاكدي ان كل قطعه من البانيه وصل لها التتبيله. الوصفه بقى دي، التتبيله دي سيبيها في التلاجة لمده ساعتين او اكتر، يعني كل ما بتسيبيها ترتاح فيها بتشرب من التتبيله وبتبقى احلى. بس انا مش هقدر اقعدها اكتر من ساعتين. انت ممكن تقعديها اكتر، ممكن تقعديها مثلا تعمليها الصبح، لو هتعمليها بالليل تعمليها الصبح وتسيبيها طول اليوم. ممكن تعمليها قبلها بيوم، ممكن تتبليها كده اهو وتشيلها وتحطيها في اكياس وتشيلها في الفريزر زي ما عملت معاكم قبل كده. بالشكل ده كده. هسيبها بقى في التلاجة ساعتين.
ادخلها التلاجة ساعتين قبل ما احمرها. بصوا الصلصه بتاعتي انا لسه هسيبها تتسبك تاني، بس انا بصوا اوريكم حطيتها على نار هاديه لحد ما استبكت براحتها، ولسه هسيبها شويه كمان. بصوا حمرا وحلوه مش مصفره ولا حاجه. البابريكا بتديني برضو لون مع الصلصه حلو جدا. هسيبها بقى اكمل بقيه تسبيكها وهوريها لكم. حطيت بقى هنا ميه غليت على النار. بعد الميه ما غليت حطيت شويه ملح وحطيت شويه زيت وحطيت المكرونه بتاعتي. هسيبها بقى لحد ما تستوي. هقلبها بس كويس عشان اضمن ان كل واحده مكرونه وصل لها الزيت عشان ما تلزقش ببعض. وبعدين هسيبها مش هقلب بقى فيها تاني الا شويه كده لحد لما احس ان هي خلاص قربت تستوي، يعني هو مش اكتر من 10 دقايق. صفيت بقى المكرونه. بصوا بسم الله ما شاء الله، ولا معجنه ولا مكسره ولا اي حاجه، كلها اهي سليمه وحلوه جدا. تعالوا بقى نقلي البانيه. بعد بقى ما قعدت البانيه بتاعي ساعتين في التلاجة طلعته وهكسر عليه بيضايه وهقلبها كويس وهبتدي ان انا اتبله بالبقسماط. بعد ما حطيت بقى البيضه وقلبتها كويس مع البانيه هحط بقى هنا البقسماط بتاعي وهضغط عليها كده. اضغط عليها جامد عشان اتاكد ان البقسماط مسك فيها. طبعا النار انا مولعه عليه الزيت بيغلي، مولعه على النار الزيت بيغلي. هتبل بقى كله بنفس الطريقه كده وارجع لكم. بصوا معايا بسم الله ما شاء الله البقسماط ما فكش من على البانيه. بصوا ولا فك ولا نزل ولا اي حاجه. جربوها يعجبكم جدا. وده شكل الطبق بتاعي بعد ما خلص. بصوا البانيه حلو جدا ولا فك ولا اي حاجه ومقرمش من بره. دي كانت وصفتي النهارده. طبعا لو انت عايزه تقلبي المكرونه مع الصلصه مفيش اي مشكله، يعني قلبيها، بس انا ولادي بيحبوها كده اهو، بيحبوا هما اللي يقلبوها. دي كانت وصفه النهارده، يا رب ان شاء الله تكون عجبتكم. ولو عجبتكم وصفتي حطوا لي لايك، واللي ما اشتركش يشترك. كانت معاكم حمزه من يوميات ام العيال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.